حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه. حياتي كلها لله أصون النفس أحميها بنور الله أهديها. أصون النفس أحميها بنور الله أهديها. بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقاه. بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقاه. حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه. حياتي كلها لله. إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي. إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي. فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه. فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه. حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه. حياتي كلها لله. يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا. يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا. كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله. كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله. حياتي كلها لله حياتي كلها لله. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا. فيها مصلحة. اللي فيها مصلحة لا بس فيها. يا أخي هذه الصور هذه بتاع الصورة يعني الشرع منعها لعلة به ها والشيء يدور مع علته وجودا وعدما. والآن ربما كانت العلة هذيك راحت ما بقاش. الآن أي واحد يقدر يصور مثلا في المظاهرات الآن. لا ما بقاش العلة هذيك. المظاهرات الله ما عادش ايوه الله يجعل ذاك الحديث الاول يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام يقول مصورة صورة كل فاء ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وليس بنافخ. بس با يوجب عليه النار لأجل أن يعني يوجب عليه النار. يقول له ما لا تصور فأنت اخلقها. ما لا يقول له اخلقها مصورة صورة كل فاء يخلقها ولا أن ينفخ فيها الروح هذاك ها وليس بنافخ. ولكن العلة هذيك راحت ما بقاش ها اللي ما بقاش هذا. كاين فرق بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي. أنا كاين فرق بين التصوير باليد والتصوير بالآلة هذه. والتعليق الثاني تعليق. واش كنت فيها؟ الله ربي يجعل الله يرفع فينا. امين. الله لا اله الا الله لا اله الا الله.
قاعد الله. قاعدة إن شاء الله راح يكون أكثر من أبي. إن شاء الله. إن شاء الله. مشارك أبي. إن شاء الله. آمين. إن شاء الله. إن شاء الله. الولد نسخة. نسخة من أبي. الحمد لله. ربي يرفض بنا إن شاء الله. يا عندك من قبل نبداو ان شاء الله. نعم. ايه نبداو ان شاء الله التسجيل هذا إن شاء الله. يلا عاود الشيخ يفتح لنا. نعم. كل من ذي بلا يبتدأ فيه الشيخ يفتح لنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما فيه الخير. اللهم اهدنا إلى الخير. اللهم سهل لنا الخير. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا علي يا عظيم كان الشيء قدير وبالإجابة جدير وأنت نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. ربي يوفقنا إن شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نجتمع اليوم مع الشيخ الفاضل الفقيه محمد بن عبد القادر الشارف ليحدثنا حول نشأته ومسيرته العلمية ومختلف النشاط العلمي والوظائف العلمية التي تولاها بإذن الله تعالى وحوله وقوته. كما سيحدثنا إن شاء الله تعالى على بعض شيوخه وتلاميذه وبعض مؤلفاته إن شاء الله تعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى بالاسم الكريم يعني. الاسم الكريم نعم. نسب هكذا ولو بشيء. نعم إذن هو المولد. اللقب شارف. نعم بارك الله فيك. وبالنسبة للمولد يعني السنة واليوم بالضبط يعني إذا كان بالنسبة للمولد ولدت حوالي 1908. ما شاء الله. هذا حوالي. نعم. والمكان؟ بمكان بمليانة. بمليانة في الغرب الجزائري هكذا. بمليانة يعني دائرة عين دفلة. كانت الدائرة قبل اللي يقولها صناعة بشلف والآن راهي عين دفلة. الأسرة اللي ولدتم فيها سيد الشيخ كانت أسرة محافظة على العلم ولا أول ما بدأ نعم العلم بدأ بكم؟ يعني أسرتنا الأولى نعم يعني كانت محافظة على العلم وعلى الفقه بخصوص فقه المذهب المالكي. الحمد لله. إيه وكانت كانوا عندهم كتب بس كانوا ينسخوا قطريا. ما كانوا الكتاب اللي يلقاوه إذا يلقاوه ينسخوا قطريا. وغالب النسخ اللي شفتها عند أجدادي الأولين يعني كانوا على المذهب المالكي. كان شرح الحطاب على المختصر. على المختصر ما شاء الله. كتاب نفيس. إيه. هذا جدي الحاج بن عبد القادر المدني. في المدني على كل حال كانت عنده كتب طبع نسخها. شفت انا شرح الحطاب ولا كتاب الحطاب مش شرح خليل ولكن في المذهب المالكي عنده كتب الحطاب. عنده مسائل الالتزام. محمد الحطاب. نعم. إيه. عنده كتب كثيرة. اللي توفى في عام والله أعلم توفى في عام 954. بارك الله 954 هجري. نعم. إذن فجدكم يعني هذا الحاج المدني كان مشتغل بالعلم. كان مشتغل بالعلم والنسخ يعني والاهتمام تاعو بالعلم أنه كان ينسخ كتب الفقه يعني. والوالد يعني أبوك يعني. الوالد أبي كان يحفظ القرآن الكريم. ما شاء الله الحمد لله.
مشارك ثاني في بعض العلوم هذه صارت، يعني في الفقه بالعربية هذه كذا، يعني مشارك، ما هو شيء ماشي بالدرجة والخطوة، ولكن ما شاء الله يعني ما شاء الله لا بأس. الحمد لله رب العالمين. وأحسن. وعنه تلقيت حفظ القرآن. الحمد لله هذا نعم، خبر هذه. كبير خبر كبير. عبد القادر، الشارف عبد القادر، الله يبارك. حفظ القرآن الكريم. والأعمام تاعك والعائلة يعني القريبة يعني ها؟ كان فيهم الحفظة كان العائلة عندي مثلا كاين واحد منهم اللي ثاني زدت قريت عليه ختمة القرآن الكريم، ويقولوا الحاج بسهادة. حاج بساد حاج بساد. هذا عمك هذا مباشر. لا هذا عم بابا. عم بابك الله يبارك. ايه عم بابا، وكان عنده زاوية، كان عنده زاوية غرب خميس مليانة. الحاج ايه بساد بالك ضمنه 45 طالب هكذا، ما شاء الله 45 50 طالب ما شاء الله. من اللي ماشوا يتلقوا في القرآن. الشيخ بسهادة رحمه الله. نعم. وعليه ثاني قريت ختمة، بعد ما قريت على بابا الختمة الأولى، الختمة الأولى كان عندها اسم. الأولى يقولوا لها الشاقة، عندنا في الوسط تاعنا الختمة الأولى اللي يقراها الإنسان يقولوا لها الشاقة، لخاطر لأنها شاق فيها مشقة. نعم متعبة المرة الأولى متعبة والثانية تكون أسهل يعني. متعبة. نعم. الثانية ثانية قريتها على الشيخ بن حاج بسهادة. الحمد لله. إيه. والأخوال تاعك سيد الشيخ. الأخوة عندي أخ واحد رحمه الله. ربي يرحمه ربي يرحمه إيه. ويسامحه ربي يرحمه ويسامحه. إيه. أنا يقول الأخوال يعني الجهات تاع أخوالك يعني هل ترى الأخوال. تلقيت عليهم كما إيه الأخوال ثاني كذلك كانوا عندي ثلاث أخوال. نعم سيدي. كاين واحد يقول له بو علام، وواحد يقول له رابح، كاين بو علام وكاين رابح وكاين الثالث، وما في الحقيقة أنا ما نشفاش عليهم. إيه ما لأنه يشفاش عليهم. نعم. وكانوا ثاني كذلك لاباس بهم. هيك. إيه. من الناحية العلمية قصدي يعني من هل ترى الناحية العلمية كانوا فقهاء. ما شاء الله هذا هو اللي كانوا يهمني فقهاء، يعني نعم يعني الفقه المالكي نعم الله يبارك. لاباس بهم. هذا هو اللي يهمني. إيه. إذا فالنشأة تاعك الأولى كانت في أسرة إيه. محافظة على العلم على العلم ومحافظة وعلى على الفقه. القرآن الكريم إيه. ومحافظة على نعم. الفقه وخاصة الفقه المالكي. نعم. نعم. الحمد لله. إيه. وربما هذا من الأمور اللي يسرت لك يعني وهذو مواصلة اللي الطلب. سهلوا نعم. لي اللي سهلوا لي الطريق، نعم الحمد لله. فتحوا لي الطريق باش الحمد لله رب العالمين. بات كتاب الله. نعم الحمد لله. إيه. نعم. إذا هذه نسأله يعني كنت تحكي لنا سيد الشيخ يعني الجوانب من الحرص تاعك يعني في الصغر يعني باش واحد يكون حصل العلم لهذه الدرجة الحمد لله رب العالمين كما انتم الحرص يعني تاعي ما جاتش هكذا يعني في أكيد. الحقيقة الحرص تاعي أنا رغم كون تلقيت بعض المعلومات تاعي على بعض المشايخ، نعم. ولكن على كل حال اعتمدت على الله ثم على نفسي. هذا هو. يعني ما سمعنا ما تبعش. يعني كما الشيخ خليل قريته على الشيخ محمد وكيل المعسكري اللي كان مفتي في مليانة ومتخرج من الأزهر. إيه كان قرأ 6 سنوات وبعد 6 سنوات لما وقع واحد الفتنة ما بين المصريين والإنجليز. إيه مالا بهذيك الفتنة اللي صارت مالا أغلق الجامع الأزهر وانفض كل من كان فيه من الطلبة الذي كانوا يتناولون العلم. كل واحد راح لبلادهم، من جملتهم الناس محمد وكيل رحمه الله. مالا من الأزهر جاء المليانة. وبالنسبة لقيت أنا عليه مختصر خليل المتن فقط. المتن مع الشرح بسيط هكذا. ايه والمتن واش يقولوا يسموه كيهما يقولوا اقرا ختمه نتاع خليل حمراء. وعلاش يسموها سيد الشيخ حمراء هكذا؟ يعني حمراء معناها بدون شرح. بدون شرح. المتن فقط. ايه خاطر انا هذاك الوقت كنت صغير في السن. قال بالك في عمري واحد 15 16 سنه. مالا وقعدت
تلقيت عليه خليل من مدة 5 سنوات. 5 سنوات انتم 5 سنوات نعم. من عام 25 حتى العام 30. الله. وهذيك 5 سنوات لقيت عليه الخليل مثل خليل الصورة الحمراء كما يقولوا. الصورة الحمراء يعني 5 سنوات غير في المتن فقط يعني. 5 سنوات ما شاء الله. ولكن دقة الحمد لله يعني في غاية. طبعا. إيه. يعني هذاك الوقت هذا كان في عمري واحد 15 سنة من 14 14 15 يعني من 14 حتى لحوالي 18 ولا 19 سنة وانت معه. هكذا. نعم. وهذا في الموطن تاعك يعني في خميس مليانة. في خميس لا في مليانة. في مليانة بالذات. ايه في مليانة. نعم. نزيد نسقسيك سيد الشيخ على العائلة تاعك من ناحية اليسر المادي يعني. ها؟ من حيث اليسر يا هل ترى كانت عائلة فقيرة متوسطة هذا كامل دخله في عوامل النبوغ يعني. كانت العائلة تاعي عائلة متوسطة ولكن كانت قادرة باش. وكانت قادرة على إقامة نفسها بنفسها. الحمد لله. إيه. على بس. إيه. يا سيد الشيخ الشيوخ تاعك اللي ذكرت لنا بعض الشيوخ في المقدمة اللي كتبتها لنا هكذا. إيه. يعني انت الموقف تاع الشيوخ تاعك منك يعني يا هل ترى لاحظوا فيك نبوغ لاحظوا فيك حرص زايد لاحظوا فيك ذكاء اكثر بالنسبة للاقران تاعك؟ لا لاحظوا فيها حرص تاع الذكاء. نعم. وحده وعندهم رغبة اللي ما نستمر في العمل. نعم يعني كانوا يشجعوا فيك باش تواصل. يشجعوني. نعم. إذا فهم لاحظوا عليك. عندك منهم الشيخ محمد هذا. نعم سيدي. والحاج والشيخ حسين بن الحاج بورقة. هذو زوج. والحاج مسعد الله يرحمه. هذو 3 كانت عندهم رغبة اللي معناها يعني ندوم على العمل هذا. ندوم على العمل ما ننقطعش عليه. يعني تفرصوا فيك يعني. ايه. هذه فرصة تاع المؤمنين. فرصة المؤمنين. يعني ماكش تذكر كاش موقف هكذا مع الشيخ من الشيوخ تاعك كاش موقف كاش مشهد كاش لقطة هكذا مع الشيخ من الشيوخ تاعك إذا كان تذكر. واحدة اللقطة واحدة من اللقطات. نعم سيدي. نتاع شيخ من الشيوخ هو الشيخ محمد هذا. الشيخ محمد كيفاش بن سادة هذا؟ لا الشيخ محمد وكال. محمد وكال. نعم. هذا هو اللي كان يحكي وكان في الأزهر وجامل. نعم يا سيدي. ما لا في هذاك الوقت اللي كنت أنا نتلقى عليه وكنا نقراو مثل الأجرومية. هذه قرينا عليه مثل تاع الأجرومية. ما لا وكانوا طلبة يحضروا عليه طلبة كبار في السن. بالك واحد 8 طلبة ولا 10 هكذا. وأنا كنت صغير فيهم أنا والصغير قاعد خلاص. ما لا اعترض سؤال. ما لا مثلا كيما نقولوا كذا كلمة مثلا كيما مثل تاع الشيخ تاع الجروم اللي يقول باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها غالبا. ملا الشيخ ملا طلب من الطلبة يعرفوا الجملة هذه. على كل حال عرفوها كاين البعض عرفها ملا حتى وصل لكلمة غالبا احبس توقف. ملا قال له وشنو؟ قال له لا ربما تمييز. الشيخ قال له لا ماشي تمييز زيد فكر شوية. فكروا هم لا ما فكر. وانا ذوك في الحقيقة الله تبارك وتعالى الهمني بها في هذاك الوقت. الهمني بها وشني؟ ما هو منصوب ولكن على نزع خافض. اما لا انطق قلت له الشيخ تسمع لي انا نتكلم. قال لي تكلم قلت له والله اعلم هذه الكلمة راهي منصوبة على نزع خافض. الاصل نتاعها الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل مع عوامل عليها في الغالب. أما لا حذف حجر حذف حرف الجر فانتصب الفعل
على أنه على كونه منصوب على حذف عن ننزع الخاطر. على نزع الخافض. نعم. الشيخ فرح الحمد لله ما شاء الله. قال لي راك صوتها قال لي هذه مسألة راهي صعيبة شوية ولكن راك صوتها. وانت سيد الشيخ يعني نزيد نأكد انت كنت اصغر من كان في الحلقه. وانا اصغر سنا بالنسبه لهم قاعد. وهذيك اول مره بديت تدرس الاجروميه. اول مره هذا فتح رباني هذا سبحان الله العظيم. فتح رباني يعني. هذه الشافعي عليها كما اليوم. ما شاء الله هذه نكته طيبه جدا والله هي نكته طيبه يعني جدا. غالبا حال تمييز ما يتصورش. فعلا ما فيش. وان كان هذاك الوقت شويه ما الميش بزاف. خاطر كاين التمييز وكاين الحال. التمييز هو الاسم المنصوب الاسم المنصوب المبين. لا ايه لمن بهم من الذوات. لمن بهم من الصفات. نعم. هذا تمييز. هذا الحال. والحال لمن بهم من الهيئات. نعم. نعم. بلا فكرت انا قلت انا الشيخ المعرب هذاك طالب اللي عرف وقال له حال. قلت له ربما ما يكونش هكذا ما يكونش حالة تكونها غالبا. لا صح. لا بانتري وانا بانتري باللي رايت كاين فيها حرف جر وفعلا يعني الصواب حرف الجر حذف يعني هو الحذف تاعو في الغالب لا محسوب حذف لانه يتكرر كل مره. نعم. كل مره يتكرر على اللسان اما لا حرف الجر حذف ولا لتكرره غالبا حتى كلمة غالبا لتكرره في الغالب يعني. نعم. هذه الصورة. إذن هذا مع الشيخ محمد وكالة المعسكري. نعم ما شاء الله. وهذا الشيخ محمد وكالة قريت عليه في النحو الأجرومية فقط ولا؟ قريت عليه الأجرومية فقط والشيخ خليل. ما شاء الله الله يبارك. ومن الفنون الأخرى حتى جيت لنا الجزائر باش هذا في مليانة. نعم. والشيوخ الآخرين يعني في الحفظ يعني لاحظوا عليك السرعة تاع يعني وقتاش انتم كملتوا حفظ القرآن الكريم في سن القرآن الكريم بالحق أنا ما كان حفظته بالمحمول. على ما لا بالوقت ولا الغن ولا اعتبار. يعني قراءة هكذاك مسرحة. لكن كنت نحفظه مليح لاباس. نعم. وفي هذا شحال كان في السن تاعك يعني لما ختمت القرآن الكريم الحمد لله شحال كان السن تاعكم سيد الشيخ؟ كان السن تاعي 14 عام. الله. هذا ما كانش 14. والبلدة سيدي اللي كنت عايش فيها يعني كان فيها نشاط علمي كان فيها تدريس؟ كنت في مليانة. مليانة هذه كان فيها يعني مساجد يقرب فيها كان فيها مسجد واحد. ايه مسجد واحد وكان كانوا فيها مفتي ومدرس في المسجد وكلاهما فقهاء. كي المفتي كي المدرس. المفتي هذا سي محمد الوكال هذا اللي كان فيها وكان فيها ثاني مدرس مسميه احسن مدرس يعني تسميه رسميه يقول له الشيخ بن عوده رحمه الله. يقول له الشيخ بن عوده. الشيخ بن عوده كان فقيه. وهذاك ما درسته عنده سيدي الشيخ ولا؟ درست عنده كذلك الشيخ خليل خاطر كنا نقراو مره عند الشيخ وكان مره عنده هو. كنا ندرسوا عليه. نعم في نفس الوقت. الشيخ خليل. نعم الحمد لله. وكانوا ثاني ثالث كان عندك يقولوا سي عبد القادر بالسعديه هذا كانوا كاين تاع سيدي احمد بن يوسف وكان فقيه 3 فقهاء. نعم والله هذا كامل في المسجد هذا تاع مليانة. مسجد واحد. نعم اذا هذه ربما كانت من الظروف اللي يسرت عليك طلب العلم يعني اذا كان واحد في مكان يلقى 3 فقهاء والوالد يحفظ القران الكريم والاسره يعني محافظه على العلم هذه كلها امور يسرت لك يعني باش امور اللي محسوب فتحت لي اي نعم هذه اسباب الفتح يعني الحمد لله. الله يجعله خير. اذا سيد الشيخ وقتاش بديتوا الطالب يعني القران الكريم وقتاش بديت تحفظ يعني السن اللي بديت فيها تحفظ القران الكريم؟ كيف بديت فيه؟ يعني نهار اللي بديت مع الوالد تاعك. مع الوالد. شحال كان في السن تاعك؟ نعم بسنين نحو 8 سنوات. 8 سنوات. يعني ما شاء الله. 7 8 7 8 سنوات.
محسوب الحفظ تاعو لما كملته كان 14 سنة. الله سيد الشيخ، بالنسبة للعلوم اللي كنتوا تدرسوا في هذاك الوقت العلوم اللي يعني كنا ندرسوا من البداية ثم كي رحلت هنا العاصمة ولا عندك العلوم اللي كنا ندرسوها ثم كان العربية الفقه النحو فقط. يعني بعد القرآن الكريم، بعد الكريم بعد حفظ القرآن الكريم عندك النحو